نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا ومين هيلاعب مين وتوقعاتنا اللي هيوصل للنهائي، يلا بينا نشوف. عندك أول مباراة الترجي والأهلي، مباراة كلاسيكية متعودين عليها، تقريبا بتحصل كل سنة أو سنة وسنة، فمتعودين على الأجواء بتاعتها، وبإذن الله الأهلي هيقدر يعدي بسهولة من الترجي وهيوصل لنص النهائي مرتاح. طيب نيجي للمباراة التانية، وعندك صن داونز واستاد مالي. من وجهة نظري ان سان داونز هيعدي برضو بسهولة من استاد مالي. سان داونز فريق قوي في القارة وهيقدر يعدي بسهولة بالاستاد مالي، مفيش اي مشاكل هيبقى معاه، وهيلاعب باذن الله النادي الاهلي في نص النهائي. وعندك الناحية التانية مباراة الجيش الملكي وبيراميدز. احب اقول لكل جمهور الجيش الملكي اللي جم في استاد القاهرة يا ريت ما تجوش تاني، عشان هيتحط عليكم حطة جامدة زي ما بكلمكم. وباذن الله بيراميدز هيطلعكم من البطوله وهيصعد لنص النهائي، وهتروحوا قفاكوا يقمر عيش. ونيجي للمباراه الرابعه والاخيره، نهضه بركان هيلاعب الهلال السوداني اللي بيقدم بطوله تاريخيه. نادي ما عندوش دوري في بلده، وبالرغم من كده قدر يوصل ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، فكلنا نرفع القبعه لنادي الهلال السوداني. واتوقع انه يوصل من الناحيه دي ويلاعب بيراميدز في نص النهائي. وعندك الناحية التانية قلنا بإذن الله الأهلي هيلاعب صن داونز، والنهائي بإذن الله هيكون عربي مصري خالص، أهلي بيراميدز. أتمنى ذلك وربنا يستر وما يحصلش حاجة غير كده.